ودلوقتي يا اولاد هنشرح جزئيه مهمه جدا في الانجليزي، فعايزكم تركزوا قوي معايا. مستر بعد اذنك عايز اسال حضرتك سؤال، هو ينفع نخلي الحاجات اللي ما بتتعدش بتتعد؟ يا حبيبي ينفع عادي، ابسطها لك خالص. عندنا حاجه يا اولاد اسمها البارتيتيفز. البارتيتيفز هي عباره عن كلمات مجزئه، اللي هو انا عندي في الانجليزي الحاجه اما انها بتكون مفرد زي كلمه مثلا كات، او انها بتكون جمع. مفيش عندنا في الانجليزي خلي بالكم مثنى، يعني اي حاجه ازيد من واحد بنعتبرها جمع، فبضيف لها اس الجمع فبتصبح من مفرد لجمع. عندنا بقى حاجات لا تقبل اس الجمع، بدنا دايما مفرد، بدنا دايما مفرد. دي الحاجات اللي ما بنعرفش نعدها. طيب انا عايز اعد الحاجات دي، اديني مثال يا مستر الاول. كلمه زي كلمه جوس عصير، او كلمه زي كلمه تي شاي، او كلمه زي كلمه واتر ميه. الكلمات دي ما اقدرش اعدها، يعني ما تعرفش تديها اس الجمع باختصار، ما تعرفش تقول جوسز تيز وهكذا. دلوقتي انا عايز اعدهم، بعمل ايه؟ بحطهم في الاخر بحله. فممكن اجي على التي واقول كاب اوف تي، يبقى كوبايه شاي، كوبايتين شاي، 2 كابس، 3 كابس، فببقى بعد الكوبايات. ممكن اقول باتل اوف واتر، زجاجه مياه مثلا، لتر اوف جوس، لتر عصير، لترين، 3 وهكذا، اللي هو بتحطهم في حله. ده باختصار ازاي تحول الحاجات اللي لا تقبل اس الجمع ما تعرفش تعدها الى حاجات جمع مقبوله العدد. وحته برضو جميله كده، اشهر كلمه بتيجي في اللغه العاميه هي a bit of، حته من. شكرا يا مستر. استنى بس هقول لك حاجه، ما لحقش يبقى يشوفها في الفيديو. بص يا اولاد، احيانا لما بيجي مثلا يقول لك ايه جروب دي يعني مجموعه، فيقول لك جروب اي حاجه مثلا، او a gang of عصبه من الناس، جانج اوف بيبل مثلا. في الاغلب بيكون مقصود بها معنى سلبي، بيبقى في الاغلب مقصود بها ناس مثلا زي عصابه مثلا حراميه، تجمع، مظاهره، مش عارف ايه، ففي الاغلب بتدي معنى سلبي. فبدوروا على صاحبكم واعملوا له منشن في الفيديو عشان يشوف المعلومه دي، بحيث انها تكون كبيرة. وده كده فيديو النهارده، اتمنى تكون استفدتوا معانا. وعلى فكره المشهد ده مش تمثيل، بالفعل الموقف ده حصل، والطالب ده ما اعرفوش، هو دخل سال السؤال وطلع يجري، فالله المستعان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.